طبعا انت فاكر اني دافعت عنك، بس ده فخ من فخوخ الستات. كده طلعنا من حضرتك كل البستات، واحتمال نكون جبنا اساميهم بارقام تليفوناتهم. ورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل لو في نعنشه ونغنشه ولغوشه في حياه جوزك من البيست فريند بتاعته. اولا الخروجات، لو ناويين ينزلوا مع بعض اي نزوله، بنعيا بنموت، بيجي لنا حساسيه تراب في الشتاء، صدمه عاطفيه فبنهج فانا مش قادره اتنفس، محتاجين نقل دم، عمليه انيميا، معرفش دي ايه اصلا، اي حاجه ان شاء الله لو وصلت ان انت ولدي في الميعاد ده، مرض مزمن في اي خروجه بعد اذنك، عشان ده اختبار للرجوله والجدعنه، وهنشوف بقى هيقعد معاكي في الوقت ده ولا هيسيبك. تاني حاجه الموقع السكني، حاولي دوري لها على بعثه في فرنسا، روحوا انتوا تعيشوا في دبي، حتى لو وصلت انها ساكنه في التجمع عزلوا زيت وبيعوا العربيه. ثالث حاجه الدعبسه بالشياكه، انك متقبلاها وصاحبتها جدا وتبعتي لها كده كل فين وفين عشان تعرفي الاخبار، انك بتحبيها جدا ومستنيه تتقابلوا وبتسالي عليها كل فين وفين، عشان تقارني كلام ببعض وتبتدي بقى تاخدي قرارات مصيريه. لو فشلتي خالص ابعتي لي اسمها ثلاثي، انا الحمد لله مخسره 6 من صحاب جوزي لحد دلوقتي.